تخيلوا معايا انك تقدر توقف حياتك كلها وتعمل لها ستوب وتغير مسار حياتك كلها وتبدأ من جديد على نظافة. والأحلى من كل ده ان انت تقدر تعمل ده من مكانك اللي انت فيه دلوقتي، من غير ما تسافر، من غير ما تغير بيئتك، من غير ما تغير اي حاجة في حياتك. هاي شجر، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. لو اول مرة تشوفوني، معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنقدم فيها محتويات عن الانوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو اول مرة تشوفوني متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده فيديو جديد من سلسلة أسرار ست فوق التمانين. بتقول لنا ايه بقى؟ التغييرات الصغيرة والبسيطة ممكن تحسن جودة حياتنا بشكل كبير جدا. فكروا كده، ازاي ممكن نبعد شوية عن الحاجات اللي بتعطلنا تخلينا واقفين مكاننا؟ ازاي نقدر نغير حياتنا 180 درجة؟ ازاي ممكن نشوف الحياة من منظور جديد ونعرف احنا عايزين ايه بجد؟ لازم دايما نفتكر اننا المسؤولين عن افكارنا والمسؤولين عن مسار حياتنا. 5 خطوات لإعادة ضبط حياتك، او ان احنا نعمل ايه؟ ريست، زي اعادة ضبط المصنع بتاعة التليفون. عشان كده هتشارك معانا 5 افكار بسيطة ممكن نغير بيهم حياتنا. 1. غيري القصة اللي بتحكيها لنفسك. القصة اللي بتحكيها لنفسك بتوجه تفكيرك للحاجات اللي في دماغك، بالتالي شكل حياتك هيفضل هو هو. لكن لو غيرت القصة وحسنتيها وجملتيها، حياتك هتتحسن. ساعات القصة دي بتكون سلبية او بتعطلنا او بتوقفنا مكاننا، فممكن البداية البسيطة بان احنا نغير القصة اللي بنحكيها لنفسنا او اللي في دماغنا، هي دي هتكون بداية تغيير حياتك. ممكن تكوني بدأت معانا واحنا صغيرين قوي، زي ان احنا دماغنا فيها كلام سلبي بقى من تنمر او مواقف اتعرضنا لها، زي مثلا انا مش كفاية، انا مش حلوة، انا مش ذكية، انا مش بقدر اعمل حاجة جديدة، انا مش بعرف اطور من نفسي، انا اللي انا فيه بفضل فيه. وكلام كتير جدا ممكن يكون جوه دماغنا واحنا اصلا مش عارفين. فما تخليش الافكار دي تكون عائق في طريقك، سيبيها تروح. سيبي كل المشاعر السلبية دي تتبخر. لازم نعرف اننا احنا اللي بنفكر فيه. اي حاجة احنا بنفكر فيها فهي دي احنا. اي حاجة او اي انطباع بيجي في دماغنا هو ده شخصيتنا. لو غيرناها شخصيتنا هتتغير للأحسن. اعملي ريست لمخك ولطريقة تفكيرك، حياتك هتتغير. اعملي تفريغ لمشاعرك واعملي تفريغ الكتابي، وجيبي الورقة والقلم وخليها صاحبتك واقعدي اكتبي 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 وفرغي مشاعرك وغيري الريست بتاع دماغك. حياتك هتتغير. الكلام ده عن تجربة، عن تجربة ليا انا، مش عن تجربة بتاعت طنط. اختاري كلمة تكون هدفك السنة دي. يا ترى ايه الكلمة اللي ممكن تختاريها عشان تكون نيتك السنة دي؟ طنط بتقول لنا ان الكلمة بتاعتها هي القبول. السنة دي بالنسبة لها سنة التقبل. هتتقبل كل حاجة هتحصل لها بصدر رحب. الكلمة بتعبر عن هدفها، ان هي عايزة تكون حياتها يكون ليها معنى وتأثر على اللي حواليها بالكلام الإيجابي وبالتغيير البسيط اللي بيحصل لهم، اللي هيغير حياتهم تغيير كبير. تمام. فهي هتتقبل كل حاجة هتقابلها بصدر رحب، هتتقبل المشاكل، هتتقبل اي حاجة هتتغير في حياتها هيبقى عندها تقبل، وهتحاول ان هي تكون مؤثرة في حياة اللي حواليها. يعني التقبل ده عندنا، يعني عندنا احنا في الدين بتاعنا اللي هو الرضا، ان احنا نرضى باي حاجة بتحصل لنا. فهم تقريبا ما عندهمش مصطلح الرضا، فهم هي سميتها التقبل، ان احنا نكون راضيين بكل حاجة بتحصل لنا. زي ما اتكلمنا عن الرضا في فيديوهات كتيرة قوي من مفاتيح السعادة، وزي ما اتكلمنا عن الرضا في كتاب، في ملخص كتاب لكنود، سيب لكم الكتب دي تحت في الديسكريبشن. فهي هدفها السنة دي ان هي تتقبل بصدر رحب اي حاجة تحصل لها، وان هي تكون مؤثرة في حياة اللي حواليها. تالت حاجة، غيري بيئتك بحاجات بسيطة. جربي تعملي تعديلات بسيطة على المكان اللي انت عايشة فيه، زي مثلا انت تدخلي زرع البيت او تغيري مكان الاساس عشان تحسي ان المكان بقى مريح اكتر. اعملي لنفسك ركن صغير الشمس بتدخل فيه عشان تقدري تقعدي تقري كتاب او تعملي فيه حاجة اللي انت بتحبيها. تغيير البيئة بيساعد في ان انت
تتغيري للأحسن. وبتقول لنا ان هي غيرت مكان الأساس بتاع البيت كلها وعملت لنفسها ركن جميل الشمس بتدخل فيه الصبح بدري، بتقعد تشرب فيه فنجان القهوة، وده بقى أحسن مكان هي بتقضي فيه وقت. أنا الموضوع ده بقى نفسي أعمله جدا، يعني هي طنط عملته، أنا نفسي بجد أعمله. نفسي أبقى ليا كورنر كده هيبقى شكله حلو، ونفسي أغير شوية في البيت. يعني بقالي 7 سنين ما اتحركش قشاية من مكانها، ما غيرتش اي حاجة من مكانها، زي ما فرشوا البيت هو زي ما هو. فلا محتاجة اعمل الموضوع ده. رابع حاجة، ما تضغطيش على نفسك بالمعايير مستحيلة. اعملي تغييرات صغيرة كل يوم بسيطة، وان شاء الله هتوصلك لتغييرات كبيرة في المستقبل. هي مدية امثلة على الاكل، ان انتي تغيري في نمط اكلك، تمارسي رياضة، ان انتي تهتمي بصحة جسمك، ان انتي تقري صفحتين في اليوم من اي كتاب انتي بتحبيه. اعرفي ان كل يوم فرصة جديدة للبداية. صدقي ان كل يوم هو يوم جديد وعمر جديد اتكتبلك. كل شروق شمس هي فرصة لبداية جديدة. حتى لو يومك كان صعب تقدري تعملي إعادة ضبط المصنع لعقلك في بداية اليوم وفي نهايته. إعادة ضبط المصنع دي بتخلينا نبص للحياة من منظور مختلف، بترجع لنا طاقتنا. حتى أبسط حاجة ممكن نعملها ممكن تدي لحياتك معنى وهدف كبير. التغييرات الصغيرة في حياتنا عندها قدرة خارقة إنها تحولنا تماما وتدينا معنى وهدف جديد للحياة. وبس كده. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى ان انتوا تحققوا كل اللي نفسكم فيه، وان انتوا تغيروا حياتكم للأحسن، وان انتوا توصلوا لأهدافكم وتغيروا حياتكم، تكونوا راضيين اكتر ومبسوطين اكتر. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي كومنت حلو زيكم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.